خدعوك فقالوا انا ما فيش حد عندي في العيله عنده مرض سكر، فانا كده تمام مش هيجي لي مرض سكر. الحقيقة إن وجود حد من الآباء أو الإخوات عندهم مرض سكر بيزود من فرصة الإصابة بمرض السكر. في حالات كتيرة جدا ما عندهمش أي حد من العيلة عنده مرض سكر وجالهم مرض سكر، سواء كان نوع أول أو كان نوع تاني. ليه عوامل كتيرة جدا ممكن تزود فرصة حدوثه، زي أول حاجة اللايف ستايل بتاعنا. اللايف ستايل بتاعنا اللي هو إيه يا جماعة؟ دايما إحنا نقول لايف ستايل. لايف ستايل يعني إيه لايف ستايل؟ الأكل بتاعي، نظام الأكل بتاعي، الرياضة والحركة بتاعتي، الاسترس، التدخين، السكر، الحاجات دي كلها بتزود من فرصة إصابة، لو هم ملخبطين تزود من فرصة إصابة مرض السكر. وجود بعض الأمراض زي السمنة، زي ارتفاع الضغط والكوليسترول يعمل سكر، مرحلة ما قبل السكر، الناس اللي عندهم تكيس المبايض، كل دي أسباب وحاجات ممكن تزود جدا مرض السكر. فبالتالي أنا محتاجة أشتغل على كل الفاكتورز دي، محتاجة رياضتي، على التدخين، على الستريس، على لو عندي مشكله صحيه ضغط كوليسترول، الحاجات دي اتعامل معاها، لان هي دلوقتي او بعدين هتضطر ان انا ممكن ادخل في مرض السكر. محتاجين نراجع كل ده عشان ما يحصليش مرض سكر، لان انا مفيش حد فينا محمي انه ما يجيلوش مرض سكر. وسؤال حلقة النهاردة، قولوا لي بقى على سببين من أسباب اللايف ستايل اللي هي لو اتلخبطت اتعكت مش مظبوطة ممكن بمنتهى السهولة انها تدخلني في مرض سكر.